السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشتركاتي الأعزاء، نتمنى إن شاء الله أنكم تكونوا بخير. اليوم حبيت نبارطاجي معكم وصفة خبز الدار. هذا الخبز يجي خفيف وهايل ومبسس، تعودوا تاكلوا فيه تحسبوا راكم تاكلوا في الكاطو مش في الخبز. وصفة مليحة بزاف. نروح مباشرة للمقادير. عندي لهنا 4 كؤوس تاع السميد، أي سميد عندك متوفر في البيت تقدري تخدمي به. عندي نصف كأس تاع الزيت، عندي لهنا ملعقة كبيرة خميرة وملعقة كبيرة سكر، عندي ملعقة صغيرة مملوءة خميرة كيميائية، عندي ملعقة صغيرة مملوءة جيدا ملح، بيضاء، وراح نحتاج إلى الخل. لهنا في قصعة راح نحطو السميد تاعنا وراح نضيفو عليه الخميرة الفورية مع السكر كما قلت لكم، ملعقة كبيرة من كل حاجة، وراح نزيد الملعقة الصغيرة من الخميرة الكيميائية. راح نمزج هاد المكونات الناشفين مع بعضهم وراح نبسسهم بالزيت. راح نعطيكم الطريقه هذه تاع التبساس، حطوها مليح في عينيكم. هذه الطريقه راح تخلي لكم الخبز تاعكم طري وهايل. الزيت اللي عندي راح نضيف له كميه قليله من الماء الدافئ ونبسس بالماء، بالخليط تاع الماء مع الزيت، نبسس به مع بعضهم. ومن بعد ساعه باش نروح نبل العجينه تاعي بالماء الدافئ، نبسوها مليح بهذا الشكل. وراح نضيف لها ملعقه تاع الخل، وراح نضيفوا الملح، وراح نزيد نضيف لها كذلك بياض بيضه. والصفار راح نخليه للاخير باش ندهن به الوجه تاع الخبز تاعنا. ومن بعد راح نبلوها بالماء دافي حتى نتحصلوا على عجينه طريه. تبعوا فقط المراحل تاع الخبز هذا وراح تحصلوا على خبز هايل مليح بزاف 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 طري ومبسس، والله العظيم تحسبوا فيه كاطو كي تعودوا تاكلوا فيه تقول مش خبز. شوفوا العجينه القوام تاعها ها هو اللي تحصلت عليه، تكون طريه بهذا الشكل هكذا. راح ندك في يدي فيها شويه حوالي نصف دقيقه برك والله، مش تعجنوها، جوست نلمها هكا. راح نغطيها بكيس بلاستيكي وراح نزيد نغطيها بالبسينه ونخليها في مكان دافئ تخمر. هاي العجينه تاعي بعد ما خمرت راح نجي نحطها فوق لو بلان دو طرافاي تاعي ونبدا نعجنها. في الاول راح نعجن بالكف تاع اليد بهذه الطريقه، نعجنوها مليح حتى نتحصلوا على عجينه تكون ملسه، مش حطول بزاف في العجين. ها هو القوام تاعها حوالي 5 دقائق ولا فقط. من بعد ما نعجنها وتكون تعجنت لي مليح راح نبدا نسقيها بالحليب الدافي. راح نجيب الحليب الدافي ونبقى نضيف بالعقل، نضيف بشويه، نحط شويه حليب ونعجن نعجن نعجن حتى تولي العجينه ما تتلاصقش. نزيد نعاود نضيف الكميه الثانيه، نزيد نعجن مليح. كل ما نحس زادت ولات ما تتلاصقش نزيد نضيف الحليب، وهكذا حتى نتحصلوا على عجينه طريه تكون مطلوقه والقوام تاعها خفيف بزاف كما راكم تشاهدوا في الفيديو. يعني هاد المده تاع العجن بكل جاتني واحد 10 دقائق هكاك، ماشي بزاف. شوفوا القوام تاعها، كل ما نسقيها ونعجنها راح يكون احسن من قبل. على قد ما تسقيوها على قد ما تخرج لكم هايله. هنا عندي شوفوا هذه الطريقه تاعي انا كي نوصل للمرحله وين تولي العجينه صعيبه باش تحكميها، تولي جاريه بزاف. شوفوا نهزها ونخبطها نخبطها نخبطها قداش من خبطه. شوفوا هكا صدقوني هذه النتيجه راح تعطيكم عجين رائع نستخدمها في قداش من نوع تاع المخبوزات. شوفوا كيفاش العجينه راح يدخلها الهواء وراح تولي مطاطيه بشكل رائع جدا. جربوا هذه الطريقه تاع الخبط كي تخدموا على قد ما عفوا تخبطوها على قد ما القوام تاع العجينه راح يزيد يولي لكم احسن واروع. لهنا شوفوا كيفاش دخلوها الفقاعات تاع الهواء. تحصلت على عجينه مليحه بزاف. راح نجيب صينيه تاع الفرن مدهونه بالزيت،
وانا مش راح نحط الكميه هذه كامله في الصينيه تاعي. الصينيه تاعي القطر تاعها 30 سنتيم باش ما تجينيش العجينه عفوا ما تجينيش الخبزه تاعي خشينه بزاف، حبيتها تكون واطيه. من بعد راح نجيب بيضه، نضيف لها القليل من الخل، حوالي ملعقه صغيره من الخل، ملعقه صغيره من الحليب، وملعقه صغيره من القهوه. نمزجهم وندهن بهم الخبز تاعي. هذا الخليط راح يعطيكم لمعان ولون ذهبي رائع للخبز تاعكم. انا لهنا فضلت اني نفرغ البيضه كامله وندهنها بيدي احسن من هذا البانسو. شوفوا الطريقه هذه تاع اليد راح تكون سريعه وتدهنيه كامل. من بعد حبيت نزين بالفرشيطه، ندير يعني الشكل هذا اللي راكم تشوفوا فيه على شكل مقروطات. الخبز تاعكم زينوه كيما تحبوا. وراح نضيف له السينوج. وراح نخلي الخبز تاعي يخمر للمره الثانيه. نخليوه يخمر حتى تحسوا كي تشوفوه تحسوه انه طلع الخبز تاعكم بدا يطلع شويه. انا لهنا ما خليتوش خمر بزاف، شوفوا كيفاش ولا. خليته حوالي 10 دقائق فقط لانه ولدي كان وصل الوقت تاعو باش يخرج من ليكول، كنت مزروبه. نتوما خليوه يخمر خير من هكا راح يجيكم احسن من هذا. راح نقلبو نخليه يبرد. بعد ما يبرد نقصوه، متقصوه شو هو سخون راح يجيكم وكانه معجن كي تقصوه هو سخون. دائما العجائن تاعنا ما نقصوهم شو هما سخونين. بعد ما برد قصيته مالغري ما خليتوش برد بزاف. شوفوا ها هو الخبز تاعي راح يجيكم طري وخفيف وهايل هايل، صدقوني انه مليح بزاف بزاف رائع. جربوه، نتمنى انكم تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات. واللي زارت قناتي لاول مره نتمنى انها تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يصلكم كل ما هو جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.